لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 1015 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان ومن بەستی ڕەزامەندی رب العالمین وهیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لەوە بگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بەڵێ خۆشەویستان دەفەرمی ئینفیڕوا خفافا وثقالا واتە بە هەموو شێوەیەک بە سوچی و بە قورسی کە دەین لە تەفسیرەکە باسی دەکەین دەربچن لە پێناوی خوای گەورە و جیهاد بکەن بە ماڵتان و بە نەفستان لە پێناوی ئەڵڵا تەعالا ئەوە باشترە لە بۆنگۆ ئەگەر بیزانن. وەکو لە تەفسیر سعید دەڵێ يقول تعالى لعباده المؤمنين مهيجا لهم على النفير في سبيله. واتە ئەڵڵا تەعالا بە بەندە ئیماندارەکانی دەڵێ و هانیان دەدا لە پێناوی ئەڵڵا تەعالا نەفیر بکەن. دەفەرمی انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا وكل محرر دەڵێ أي اخرجوا أيها المؤمنون إلى جهاد الكفار مسرعين. انفروا وتدربتن أي إيمان دارين لبو جهاد كردن لقل كافران لدجي كافران مسرعين كواتا نفير وتدرسون ببلا بجد بو بري حماسته دربتن خفافا وثقالا. الخفاف جمع خفيف جمعي خفيفة بسوتشي والثقال جمع ثقيل بقرسي يعني وكولا تفسير قاسمي داري أي على أي حال كنتم بأهل سر هر حالتك بي بو حماسة جهاد بكانوا دربتن لدجي كافران خفافا في النفور واتا بسوتشي لكاتك ونفير ذكا دردس نبو كافران لنشاطكم له كواتا ليردا خفافا يقل ما ناكاني نشاطان هي دربتن وثقالا عنه لمشقته عليكم يعني وتا قرص لسرتان قرص لسرتان آسان لسرتان دربتن دبي دربتن لبيناي خواي جورا أو خفافا لقلة عيالكم وأذيالكم وثقالا لكثرتها يعني وتا من دالتان كم وبارتان سوكا يان من دالة زورتان لملدايو مسؤولة زورتان سرشانة هل دربتن لبيناي خواي جورا أو خفافا من السلاح وثقالا من يان تكيشي سوق تامبي يان تشي قرص تامبي دربسن لبينا خواي جورا أو ركبانا ومشات أو هاج ديك درايتو يان بسوارين يان ببيدر دسن أو شبابا وشيوخا يان جنزن يان اختيار بيرن أو مهازيل وسيمانا يان لاشتان ضعيفة لاوازة يان قلون بهمو الشيويك دربسن لبينا الله تعالى. واللفظ الكريم يعم ذلك كله كواتا أو لفظي خواهي سبحانه وتعالى هم أنا دقريتوا والمراد حال سهولة النفر وحال صعوبته كواتا مبستك أجر آسام بدرسونك يان زحمد بهم ما ناكاني فيوسد درب السن لبينا الله تعالى بوبر حماسته لدجي كافران جهاد بكان. وكل بخاري مسلم جدا هاتيا ابن عباس خواهي يقول لخوي بابي راز بدا فرمي بيان صلى فرموي إذا استنفرتم فانفروا كاتك وداواتان لكرا نفير بكان دربتسن إمامي إيمان داران دا صلاة داري إيمان داران كوا حكم بقرآن سنة كداوي لكن دربتسن بهموش شويك. وقد روي عن ثلة من الصحابة دا جريته ولا كومالك لأصحاب خان لرازبي أنهم ما كانوا يتخلفون عن غزات قط. سبحان الله كومالك لأصحاب ئەوەندی لە ژیان دابوون لە هیچ غەزوەیەک بە پاش نەکەوتن ويستشهدون بهذه الآية
پێشیان گوتمان کاکە لۆ حاڵەتی دەرچی دەیگۆ ئاتەفەرمی بالخفاف والثقال بەم حاڵەتێک دەربچن. ولما كانت البعوث إلى الشام كاتكوا جيوش دردس بلو الشام قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة. أبو طلحة خوالي رازي سورة توبة سورة براءة خيندو حتى أتى على هذه الآية حتى قشتوا آتيه غزمتي دين فرموي أرى ربنا استنفرنا شيوخا وشبابا أو آتيه خيندو إذا قلتي وهذا بين الله تعالى وبروردگار من إما وكو جنزو وكو اختيار دهواي لكن دربسين لبو غزاء إنزا فرم جهزوني يا بني كل تمرشي قوردا أبو بيت عقد بو إنزا دهواي لك ركاني جهزوني يا بني دي أمنيش تجهيز بكن بسلاح واتفاق تاكو دربسم لبو جهاد. فقال بنوه يرحمك الله رحمتي خوال لبي لقال پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخزمته جهادت كر حتى وفاتي فرمو. لقال أبي بكر خوالي رازي بجهادت كر حتى وكو وفاتي كر. لقال إمام عمر خوالي رازي وفات جهادت كر حتى وفاتي كر. استال لا خلافة إمام عثمان خوالي رازي بي فنحن نغزو عنك يتأتوا اختيار بي إما لزيادة تسين غزايا كذا كين. فقال ما سمع الله عذر أحد خير الله تعالى عذري كسي قبولنا كده فانفروا خفافا وثقالا. ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل درتو لزمني أو زي شان كربو الشام درويش قتالي كر حتى وكو كجرا لو بينا ولو رقادة خير بالشهيد قبولك. وكان أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه يقرأ هذه الآية. أبو أيوب الأنصاري خيل رازي بأواتي دخين دو ويقول فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا. إذا أمرش لو دو حاطب بدني يا نوتا بنشاطم يا نوتا مشقة للسرم كوتا هز حالتك عزلش من بزينة إشتا ولم يتخلف عن غزاة المسلم إلا عاما واحدا. لهموج يعني إلا تنهاي يكسر نسول أبو غزا هموج يعني خوي لغزا صرف كر لإكليل دليه إمام السيوطي استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار. أو آتا زانيان كرديت يعني بلغة لسروي كواكاتك وكافر هجوميان كرد لبو ولاتي مسلمانان لكاتي بيويس كاتك وأمير إيمان داران قوري إيمان دار داوای نفير عامي كر بيويست همو كسيك دربتي بيويست همو كسيك دربتي كمعلومة لهندكات جهاد فرض عينه لهندكاتيش فرض كفاية لكاتي فرض عين انفروا خفافا وثقالا. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله إنزا خواهي سبحانه وتعالى هان ماندا لبو بخشين لبيناوي جهاد في سبيل الله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله أو روحت ببخشي لبيناوي ورزامان دي الله تعالى وبيغمبركي صلى الله عليه وسلم وكفر وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جهاد بكان بمالتان وبنفستان لبيناوي الله تعالى وكل سعيد الله أي أبذلوا جهدكم في ذلك أو إلى تواناتان داهية لو بيناودا واستفرغوا وسعكم في المال والنفس أو إلى الصلاة الدالة توانات دا لمالت لنفس ببخشة. وفي هذا دليل على أنه كما يجب الجهاد في النفس يجب الجهاد في المال. كما جهاد بنفس واجبة وجهاد بمالش واجبة حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. هر كاتك بيوست بمال بو يام بنفس بيوستا لبيناوي الله تعالى ببخشي. حاكم دلي الجهاد بالمال ضروب جهاد كردن بمال تنشويش منها إنفاق على نفسه في السير في الجهاد كواتوي لنفسي خوي صار في ذاك كاتك ودربتي لبو جهاد بيستبا سلاح واتفاقه. ومنها صرف ذلك إلى الآلات التي يستعان بها على الجهاد يعني أو آلتان كوا جهادي بيذكر بكر لبو مجاهدان. ومنها صرفه إلى من ينوب عنه أو يخرج معه ولزمني أوش الصرف كرني هم لبو خود هم لبو أو كسي كالقلتا يعني أو تا لجياتي ويدتي أو هموي جهاد بمال. لحديث يقدا كوا أبو داود نسائي وإمام أحمد روايات يعني كردي أنس كريم علي خوالي راز دجرتو كوا بيان صوت دفرمي جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. جهاد بكان لقل لتجي مشرك كان بمالتان بنفستان بزبانتان. واحد يدله
قال أهل العلم هذا يدل على أن الموسر يجب عليه الجهاد بالمال كواتا أو أتبلغير سروي أو كسيك وموسر وتخوى بيداوة فيست جهاد بمال إذا عجز عن الجهاد ببدنه لزمان أو علة أجر بلاشش بينكرا لبر نخوشي ولبر هالنقصانيك بي فيست بمالكي بيك فوجوب الجهاد بالمال كوجوب الجهاد بالبدن على الكفاية كواتا أويش بهماشي وكو جهاد كردن ببدن أويش جهاد كردن بمال أويش واجبة طبعا وشغوتمان فرض كفاية وفرض عين. ابن عاشور دل قد أمر الله بكلا الأمرين وتا الله تعالى فرماني بهردو كردن ما بس لا جهاد كردن بنفس وجهاد كردن بمال فمن استطاعهما معا وجب عليه وتهريكك هردو شلتوانا ذاهبو بيست بهردوك أنزام بدأ ومن لم يستطع إلا واحدا منهما وجب عليه الذي استطاعه منهما يقلوانا شبيكرا أو أن واجب لسري أبي بكا أو إلا توانا داهيا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم ديار ذلكم أو ضمير بكا دندري لبو إشارتي دور شتيك بي إشارتك كلبو دورة لبرتسي خواهي سبحانه وتعالى ذلكم بكار هنا وكل قاسم دلي للإيذان ببعد منزلته في الشرف والمراد بكونه خيرا كواتل الردا لبر منزلتكي قوري أو جهادك خواهي قداوتان لكذا منزلتكي قورو برزو بلندا وارو ما بس تيداوا أويك خواهي قداوتان لكذا خيرا أو ذا خير في نفسه لخودي خوش تيشي زور باشا أو خير من الدعة والتمتع بالأموال يعني أوتا ما بس لردا أو تساكترا أو جهاد باشترا كخواهي قداوتان لكذا لو يكوا بال دنوا وياخد بتسن بمال كانتان رابيرن لا تفسير السعدي دلي أي الجهاد في النفس والمال ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الجهاد في النفس والمال جهاد كردن بنفس وبمال خير لكم من التقاعد عن ذلك بالتأكيد جهاد كردن بنفس وبمال تساكترا لو يكوا دانشي وجهاد نكي لبرتي لأن فيه رضا الله تعالى رضا من دي الله تعالى تدا وهروها والفوز بالدرجات العاليات عنده وهروها بدا سينان درزات برز لا الله تعالى والنصر لدين الله وهروها هل رجاي جهاد دين الله تعالى بسردكوي والدخول في جملة جنده وحزبه وهروها بجهاد كردنا دي ريزي أو كسانك وجندي الله تعالى وهروها أحزب أو كوملنا كواسربة الله تعالى لتفسير محرض إن كنتم تعلمون أي إن كنتم تعلمون حقا شرف الجهاد وفضل المجاهدين أو باشتر لبوتان أجر بزانا جهاد سندق وريو مجاهدين سفضل كان هي لا الله تعالى لحديث ذاك وإمام أحمد رواية كذا عبادي كري صامت خوالي راز دفن بيان صلى الله عليه وسلم جاهدوا في سبيل الله جهاد كان بيناوي الله تعالى فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة أبرو جهاد لبيناوي الله تعالى درجاك لدرجا كان بهشت ينجي الله به من الهم والغم بهوي جهاد الله تعالى نجات تاندا لخم وخفات لا أضواء البيانج دليتا كاتك مشاء آتا ذكي أو آتا تندي كردية لسر أو كوا دبي درسا بهموش شيويك خفافا وثقالا لبيناوي الله تعالى ولكنه تعالى بين رفع هذا التجديد بلام خواهي يقول لها آتي نهطويك هل لها ما صورة لسورة التوبة خواهي يقول سبحانه وتعالى بيان دكاتا بويكوا وكو سماحتي تدا كذا فرمي ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والله إذا فرمي لو آت فرميتن أواني كوا لاواز بيتوانان أواني كان خوشن أواني كوا تواناي ماديان يببخشن هيتيان لسرني وحرجيان ناقاتي وقناح بار نابن يتدفن فهي ناسخة لها أو آية نسخي أو آتي لكاتو كذا فرمي بهموش شويك بيستا هر دربتسان إتلا دواي أو زاو كل تفسير قاسمي خواهي سبحانه وتعالى دفرمي لتفسير قاسمي بوشوي وصف آتي دواتر ذكا دفرمي حتى اكستا خواهي جورا خطاب زيادة لقل أو خساني كوا آمادانين دربتسن هانيان دا دربتسن لدواي أو زار خطابك توجيه بيغمبر ذكا صلى الله عليه وسلم
کەوا باس لەو متەخەلیفانە دەکە ئەوانەی کەوا دواکەوتون لەگەڵی دەرنەچوون ئەوان چیان کردیە لە قەول و لە فعل واتە چ کردارێک و چ گفتارێکیان کردیە و خوای گەورە هیممەتە نزمەکەی ئەوان بەیان دەکا لە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وەکو لە ئاەتی دواتر تەفسیلی باس کرایە کە بە پشتیوانی رب العالمین لەوانەی داهاتوو دەینە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون